بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كتاب الخالدون 100 وأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتب المصري الحديث أنيس منصور. في 600 صفحة صدر كتاب بعنوان 100 تقويم لأعظم الناس أثرا في التاريخ. المؤلف هو عالم فلكي رياضي يعمل في هيئة الفضاء الأمريكية، أما متعته الأولى فهي دراسة التاريخ. ولقد لاحظ أن من بين عشرات الألوف من ملايين الناس لم تذكر دوائر المعارف كلها سوى 20,000 شخص كان لهم أثر في بلادهم وفي البلاد الأخرى وفي التاريخ الإنساني. والمؤلف اسمه مايكل هارت، مؤلف الكتاب الخالدون 100 أو العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الفرغ من إصدار هذا الكتاب تلقى اقتراحات من العلماء والأدباء ورجال الدين بإضافة أسماء أخرى، ولكن المؤلف عنده مقاييس ثابتة لاختيار شخصيات 100 واستبعد مئات غيرها. إنه حدث عندما كان الفيلسوف فولتير في بريطانيا أن اشترك في مناقشة موضوعها من هو الأعظم، الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر أو القائد الإغريقي الإسكندر أو القائد المغولي تيمور أو الزعيم البريطاني كروميل. كان الرد على سؤال قال أحد بل أعظم جميع العالم الرياضي البريطاني إسحاق نيوتن. كان رد فولتير فعلا نيوتن أعظم لأنه يحكم عقولنا بالمنطق والصدق وهؤلاء يستعبدون عقولنا بالعنف، ولذلك فهو يستحق عظيم الاحترام. لكن المؤلف أقام اختياره لشخصيات الخالدة على عدة أسس، من بينها أن الشخصية يجب أن تكون حقيقية. فهناك شخصيات شهيرة وبعيدة الأثر ولا أحد يعرف إن كانت قد عاشت أو لم تعش، مثل الحكيم الصيني لاو تسو، لا أحد يعرف هل هو إنسان أم أسطورة. والشاعر الإغريقي هوميروس لا أحد يعرف إن كان حقيقة. والشاعر الإغريقي إيسوب صاحب الأمثال والحكم وهو أيضا لا يعرف إن كان عاش. كثير أيضا من المجهولين، مثل أول من اخترع النار وأول من اخترع العجلات وأول من اخترع الكتابة. ولا بد أن شخصا عبقريا. ثم انتهت فرصة نشر هذا الكتاب مسلسلا في مجلة أكتوبر لإجراء مسابقة بين القراء على ما جاء فيه، وجعلت المكافأة عشرات الكتب، أي أننا جعلنا الجزاء من جنس العمل. فالكتاب هو موضوع المسابقة والمكافأة هي مزيد من الكتب. وليس هذا الكتاب إلا واحدا من عشرات الكتب التي صدرت أخيرا في العالم الغربي المسيحي عن عظمة المسلمين والإسلام. صحيح أن المؤلف الأمريكي لم يقلب طويلا في التاريخ الإسلامي أو الفكر العربي إلا لوجد عطاء في كل المعروف في كل فروع المعرفة. فضل العرب والمسلمين على الحضارة الغربية معروف له ولغيره. وكان المؤلف يستحق الكثير من حفاوة الدول الإسلامية، ولكنه لم يلقى امتنان من أحد، فقط أن تقرأ له كتابه هذا وتشير إليه وتدعو الناس إلى قراءته والإعجاب به، وذلك امتنان أخرس لأن صاحب الفضل لم يسمع به، وتلك عقوبة. مارك هارت. لا يستحقها المؤلفون الكبار. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 570 632 ميلادي. لقد اخترت محمد صلى الله عليه وسلم في أول هذه القائمة، ولا بد أن يندهش كثيرون إلى هذا الاختيار، ومحمد حق في ذلك ومعه الحق في ذلك. ولكن محمد عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 قرن من وفاته فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. وأكثر هؤلاء الذين اخترتهم قد ولدوا ونشأوا في مراكز حضارية ومن شعوب متحضرة سياسيا وفكريا، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو قد ولد سنة 570 ميلادية في مدينة مكة جنوب شبه الجزيرة العربية، في منطقة متخلفة عن العالم القديم، بعيدة عن مراكز التجارة والحضارة والثقافة والفن. ومات أبوه وهو لم يخرج بعد إلى الوجود، وأمه وهو في السادسة، وكانت نشأته في ظروف متواضعة. كان لا يقرأ ولا يكتب ولم يتحسن وضعه المالي إلا في 25 من عمره عندما تزوج أرملة غنية. ولما قارب 40 من عمره كانت هناك أدلة كثيرة على أنه شخصية فذة بين الناس. كان أكثر العرب في ذلك الوقت وثنيين يعبدون الأصنام، وكان يسكن مكة عدد قليل من اليهود والنصارى. وكان محمد صلى الله عليه وسلم على علم بهاتين الديانتين، وفي 40 من عمره امتلأ قلبه إيمانا بأن الله واحد أحد، وأن وحيا ينزل عليه من السماء، وأن الله قد اصطفاه ليحمل رسالة سامية إلى الناس. وأمضى محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يدعو لدينه الجديد بين أهله وعدد قليل من الناس.
وفي 613 ميلادية أذن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة إلى الدين الجديد، فتحول قليلون إلى الإسلام. وفي 622 ميلادية هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، تقع على مدى 200 كيلومتر من مكة المكرمة. ما بين المدينة والمنورة 450 كيلومتر. وفي المدينة المنورة اكتسب الإسلام مزيدا من القوة، واكتسب الرسول عدد كبير من الأنصار، وكانت الهجرة إلى المدينة المنورة نقطة تحول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الذين تبعوه في مكة قليلين، فإن الذين نصروه في المدينة كانوا كثيرين. وبسرعة اكتسب الرسول والإسلام قوة ومنعة، وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم أقوى وأعمق أثرا في قلوب الناس. في السنوات التالية تزايد عدد المهاجرين والأنصار. انتهت كل هذه المعارك 630 لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى مكة. قبيل وفاته بسنتين ونصف السنة شهد محمد صلى الله عليه وسلم الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية. والرسول صلى الله عليه وسلم استطاع لأول مرة أن يوحد بينهم ويملأهم بالإيمان ويهديهم جميعا إلى الله الواحد الأحد. كان العرب أقل بكثير من هذه الدول التي غزوها الساسانيين أو الرومانيين. 642 انتهز العرب الإمبراطورية البيزنطية، كما سحقوا القوات الفارسية في موقعة القادسية في موقعة نينوى. وهذه الانتصارات الساحقة في عهد الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم تكن نهاية الزحف العربي والمد الإسلامي في العالم. 711 اكتسحت القوات الإسلامية شمال أفريقيا. 732 موقعة طور بفرنسا انهزمت الجيوش الإسلامية. مصر والعراق الإسلام وحد بين إندونيسيا المتفرقة الديانات، وعدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين، ولكن لذلك أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطر وأعظم في نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المسؤول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام. القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، وسجلت آياته وهو ما يزال حيا، كان تسجيلا في منتهى الدقة فلم يتغير منه حرف واحد. رقم 2 إسحاق نيوتن. طبعا احنا مش هنقرا نيوتن إلا بقى لو قرينا ترجمة خاصة لنيوتن في كتاب زي أعلام أعلام العلماء أو أعلام الغرب، سير التراجم اللي احنا بنقراها دايما يعني، هي بس اللي هنتكلم عليها. وبعد كده نمرة 3 جاب مين؟ المسيح عليه السلام، وجاب بوذا وكونفوشيوس وبولس وتي سي ايلون ويوهان جوتنبرج بتاع الطباعة، كولومبوس مستكشف الأمريكي، اينشتاين الذرة 10، 11 كارل ماركس الشيوعية، 12 باستور، 13 جاليليو فلكي شهير، 14 أرسطو فيلسوف يوناني روماني، لينين وداروين بتاع شوانج تي، أغسطس قيصر، ماتشو تونج، جنكيز خان، إقليدس، مارتن لوثر، كوبرنيكوس اكتشف أمريكا، جيمس وات، قسطنطين الأكبر، واشنطن، مايكل فاراداي، ماكسويل، خوان رايت ده بتوع الطيارات، لافوزيبيه كيمياء، فرويد علم النفس، اسكندر الأكبر حطه في رقم 33، نابليون 34، هتلر 35، شكسبير وآدم سميث وأديسون وليفنهاك، أفلاطون،
ماركوني وبيتهوفن وفريدريك هيزبرج وجرام بيل، فليمنج، سيمون بوليفار وكرومويل وجون لوك ومايكل أنجلو والبابا أوربان الثاني بتاع الصليبية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم 51، وأشوكا، والقديس أغسطين وماكس بلانك وكالفن، ويليام موتورن، ويليام هارفي، بيكريل، مندل، ليستر، نيكولاس أوتو، داجير، ستالين، ديكارت، يوليوس قيصر، فرانس كوبارو، هارولد كورتيس، سابيلا، ويليام، توماس جيفرسون، جان جاك روسو، إدوارد جينز، رينتجن، باخ، لاوتشو، فورمي، توماس ماسلوس، بيكون، فولتير، كينيدي، لانكوس، سوانتي، ماني، فاسكو دا جاما، شارلمان، كورش العظيم، أردولار، ماكافيلي، زرادشت، مينا، بطرس، منشس، دالتون، هومريوس، إليزابيث، جينستيان، يوهان كيلر، بابلو بيكاسو، مافيرا، نيلس بور. هما 100 شخصية دول اللي بيفضلها في كتابه الخالدون 100، وأعظمهم محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنيس منصور، مايكل هارت.